بيحكي لنا المقريزي ان بينزل السلطان ومعاه المجموعه من الامراء بيمارسوا حاجه اسمها الاكره او الصوالجه او البولو بالبلدي بالعصري يعني. لعبه البولو ان هو بيركب الحصان وبيلعب طيب هل دي كده لعبه بيبقى فيها المماليك؟ اه طبعا، لان انت بتتعلم اتقان ركوب الخيل. فاللعبه دي ليها هدف استراتيجي ان بيتعلم المناوره وهو راكب الحصان. وبالمناسبه السرج اللي بيركب عليه الفارس وقتها مش السرج الامريكي ابو عصب اللي احنا بنشوفه دلوقتي. يعني معظم دلوقتي الخيول العربيه والكذا اللي بنشوفها في المسابقات والمش عارف ايه، السرج اللي احنا بنشوفه دلوقتي مش ده السرج الاصلي بتاع وقتها، كان مفلطح شويه وليه مواصفات مختلفه تسمح للراكب بالمناوره والحرب والقتال او باللعب. طيب ادي كده الخيل. عندنا رمي السهم ليه معلم، عندنا البلطه ليها معلم، عندنا ضرب السيف ليه معلم، عندنا الرماح الرمح ليها معلم، عندنا الفنون الهندسه. ايه ده بيتعلموا هندسه؟ اه طبعا. وعلشان يبقى يتعلم المدافع والمنجنيق لازم يحسب الهندسه ويتعلم المعمار، الحيطه دي بتتهد بكام ضربه. نحكي حدوته. في مره كان في سلطان هنا ابن صاحب المسجد ده اسمه احمد الناصر، احمد ابن محمد ابن قلاوون. جه حكم مصر هنا 3 اشهر وبعدين ساب السلطنه ولم كنوز ابوه وجداده واللي قبلوه وطفش على الكرك وتحصن بها. حصلت خناقه ما بينه وبين اخوه اسماعيل.